قول لي بقى، اخبار الحب ايه؟ حب؟ حب ايه بس يا جدي؟ انت عاوزني اقول لك زي الست حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ يا واد يا واد يا لئيم، الحب يعني امينه. سيدي يا سيدي، ملناش نصيب احنا بقى في الحب ده كله. لا بالعكس، ده انت الحب كله. يا بابا. ده انت اخر العنقود. يا سيدي، اخر العنقود كبر وعتق وقرب يبقى زبيب. بقول لك ايه يا باشمهندس، روح شوف شغلك وسيبني مع فاطمه. يلا. ماشي يا جدي. يلا. مع السلامه. رواقه يا طنطا. كلامك النهارده دمه تقيل قوي. يا بنتي يا بنتي، انت لسه ما حصلتيش 27 سنه. نغة يعني يا بابا؟ ولا هستناك وانت راجع من الشغل جايب لي المصاصه في جيبك؟ لا، انت مزاجك النهارده وحش قوي. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. تحب حضرتك اعمل لك كوبايه شاي قبل ما انزل؟ ليه وانت خارجه؟ بعد اذن حضرتك، يعني اصلي رايحه اجيب شويه كلف من زنقه الستات. طيب تروحي وتيجي بالسلامه. يلا. ما لقيتش غيرك يساعدني. ايوه، بس دول اصحاب مراكب مش محلات كوافير. كليو، اسكندريه كلها تحت امرك، وبعدين كل هوانم اسكندريه زباين عندك، يعني الحاجه اللي انت عايزه تعرفيها هتعرفيها. مش هنسالك الجميل ده ابدا، بس انا بالنسبه لي حياه او موت. هحاول. يا حبيبتي. مرة واحدة. ما نسيتش يا محمود. حد في الدنيا ينسى اول حب؟ في ناس بتسافر وبتنسى. لا والله ما نسيت، بس يمكن الدنيا بتاخدنا. بكره تعرف انت بالنسبه لي ايه. انت رايح فين؟ انا ورايا شغل كتير، وبعدين عايز منك خدمه تانية. انت عارف ما اقدرش ارفض لك طلب. اولا عايزك تبوسي لي اجمل بنت في اسكندريه. لا اسكندريه ايه، اجمل بنت في الدنيا كلها، ياسمين حبيبتي. والثانية؟ ثانيا يا ريت تقبلي عزومتي وتيجي زي النهارده عندي في الفيلا. خير. لا هو خير، عين الخير. يعني اولا في شويه حاجات عندي عايز اغير شويه ديكورات وعايز اخد رايك فيها، وبعدين نفسي احتفل بيكي. خدت اجازه 48 ساعه جيت لك طاير. واخرتها ايه يا زين؟ مش فاهم قصدك ايه. يعني هتحاربوا؟ هي حرب دي كلمه؟ هي لعبه؟ حرب دي يعني اعداد وتدريب على اعلى مستوى عشان نبقى جاهزين للحرب في اي وقت. انا عايزه اعرف بقى الوقت ده امتى بالظبط. الله اعلم يا فاطمه. وبعدين مش حرام عليكي؟ يعني انا واخد اجازه وجاي اقعد معاكي عشان تنسيني الجيش، قاعده تكلميني فيه؟ طب دلعيني، قولي لي كلمتين حلوين، خلينا انسى الصحراء والرمله والخناشير زمايلي. مالك يا فاطمه؟ مش عوايدك، ده انت ما بتبطليش ضحك. في حد في المدرسه مضايقك؟ الناظر او الوكيل؟ انت بجد مش عارف مالي؟ ايه اللي جد يعني؟ من الاجازه اللي فاتت للاجازه دي نفس الظروف. بس مش نفس الاحساس يا زين. انا كل يوم بيعدي عليا دلوقتي بحس اني بكبر. يمكن زمان وانا عندي 18 19 سنه الوقت عندي ما كانش له قيمه، لكن دلوقتي اليوم اللي بيعدي محسوب من عمري. ايوه يا فاطمه، بس انا مش هقدر اتقدم لك دلوقتي في الظروف دي. مالها الظروف؟ انت بقالك 3 سنين مجند وممكن يبقوا 10. عارفه مرتبي كام في الجيش في الشهر؟ 3 جنيه. هي يا سيدي مش مشكله المرتب، واذا كان على الشقه انا هخلي اخويا محمود يجيب لنا شقه. اهو كده ايه؟ اخويا يجيب لي شقه فيها ايه؟ فاطمه ما تخلينيش اسيبك واقوم امشي. انا اللي هقوم امشي. فاطمه انت اتجننتي؟ انتوا اللي اتجننتوا. احنا مين بقى؟ انت والرجاله اللي زيك، كل واحد عامل نفسه شهم ومش عايز مراته تساعده. يعني لا بترحموا ولا عايزين رحمه ربنا تنزل. بطلوا بقى تتفرجوا على افلام عربي. يعني انت شايفه ان الشهامه دي عيب؟ لما الشهامه تخليك تخسر الانسانه اللي بتحبها يبقى عيب. لما الجدعنه او اللي انت فاكر ان هي جدعنه تخليني اعنس واكره الدنيا باللي فيها تبقى هبل وعبط. حس بيا بقى. طب اقعدي نتكلم. مش هقعد يا زين، عن اذنك. فاطمه فاطمه. ما في سابق معرفة بيني وبينك؟ اوكي. تجيلي من غير ميعاد برضو اوكي، بس اللي انت بتطلبه مني ده انا ما اقدرش اعمله.
ليه يا هانم بتقولي كده؟ مع اني اكرم بيه عشمه فيكي كبير قوي، وده راجل شيك وبيخدم اللي بيخدمه بعينيه. انا علاقتي بمحمود اتقطعت من 20 سنه، ومش معنى ان هو اشترى الفيلا بتاعتنا ان اعرف عنه كل حاجه. مع ان معلوماتنا بتقول ان كل اسراره معاكي. معلوماتكم ده انتوا بقى بتتجسسوا عليا. وليه بس حضرتك بتسميها تجسس؟ مش يمكن خايفين عليكي وعلى مصلحتك؟ شوية معلومات بسيطة كده يفرقوا معانا كتير قوي. بيشتغل في ايه؟ قاعد ولا ماشي؟ عمل فلوسه الكتير دي كلها منين؟ مش يمكن يكون بيشتغل في حاجة ممنوعة لا سمح الله؟ وبعدين في الآخر دي خدمة للوطن. هو انتوا بقيتوا الوطن؟ الله 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 الله. ده احنا كده دخلنا بقى في كلام كبير ملوش لازمة. عموما الكارت بتاعه خليه مع حضرتك، واذا احتجتيني اي وقت انا تحت امرك. عن اذنك يعني. ايه يا جميل، تفكر في مين؟ ده احنا بنسرح كتير قوي اليومين دول. اهلا يا حبيبتي. مال صوتك؟ مفيش. مفيش ازاي؟ انا مش عارفاكي. اول مره احس اني خايفه. الناس اللي جابها مسعد محتاجه لدراسه. يعني احنا دلوقتي عايزين نعرف مين عايز يبيع ومين ممكن يأجر. طيب ولو ما لقيناش لا كده ولا كده هنعمل ايه؟ نبعت نجيب من اوروبا. كمال، ايوه. انا عايزك تراسل بنفسك كل الشركات الكبيره. عايز الاسعار واختباط الضمان قبل ميعاد العطا. لازم يبقى عندنا اسطول. ليه بس يا مصطفى مش عايز تروح مع ابوك؟ في بينك وبين يوسف حاجه؟ لا. امال يا درش منشف دماغك ليه؟ ده حتى يوسف بيحبك وبيعاملك زي اخوه بالظبط. بيعاملني زي اخوه طول ما احنا اصحاب، لكن لما اروح اعيش في قصر وابويا يبقى البواب بتاعه ساعتها مش هبقى صح، وهيعاملني زي الخدامين وانا ما اشتغلش خدام عند حد. جدع يا مصطفى، جدع. انا احب الرجاله اللي زيك. ده ايه الخطوه العزيزه دي؟ الحق يا بيه، الواد عايز يعمل نفسه كبير بقى وله رأي. طبعا كبير. الله، درش كبير طول عمره عضو. ايه، اسمع يا درش، اقعد يا حبيبي. يوسف زي اخوك بالظبط، ما يعرفش حد في اسكندريه غيرك. وبعدين سيبك بقى من الحساسيه الزايده عن اللزوم دي. بعدين الناس كلها محتاجه لبعض، زي ما بيقولوا في المثل، الناس لبعضيها. صح ولا مش صح؟ يلا يا حبيبي، هات هدومك وتعالى. يلا. تحت امرك يا محمود بيه. قوم يا مصطفى، قوم قوم، هات شنطتك، قوم. غريب قوي الواد. لا وسبحان الله، في حاجة كده من عند ربنا تحس انه دخل قلبك على طول، وعزيز النفس وقلبه طيب. نفسي يوسف يتعلم منه ان الحياه عايزه المواجهه مش اللي يهرب منها. ماله يوسف؟ ما يوسف زي الفل يا سيدي، بكره يكبر ويتعلم ويبقى زي الفل. الله، طب ما انا كنت اصغر منه واعرف كل حاجه. انت وانت كان في زيك. لا وما تنساش يا ابيه، ما تنساش يعني يوسف ابوه يبقى مين وحضرتك ابوك مين يعني. ايه يعني ابويا مين يعني؟ فكرتيني، ده الحاج زمانه جاي ولا لسه ما خلصتش الغدا عن اذنكم. ايه يا ستي، اديني جيت عشان خاطرك اهو. انا متشكره قوي يا ابي والله. عايزاني في ايه بقى؟ لا ابدا يعني، من غير لفه ولا دوران. لف ودوران على ايه يعني؟ انت اللي عايزاه. اصل انا جاي لي عريس عايز اقابل حضرتك. والله قولي كده بقى. اهلا 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 وسهلا. محمود بيه عندنا، ده ايه النور ده كله؟ اهلا يا امين. اهلا محمود بيه. ازيك؟ يا سبحان الله، حضرتك بتيجي في الوقت المناسب بالظبط. اما ده امين، دي طبعه ما يجيش غير في الوقت المناسب تماما يعني. عليا كنت عايزه حضرتك جوه. هتعوزني في ايه عليه؟ أنا ما صدقت ما لقيت محمود بيه، وبعدين هي عليه هتطير؟ لا، العريس هو اللي هيطير. ايوه، بمناسبة العريس،
انت ليك عندي عريس، انما ايه، لقطه. ايوه عليا جايه اهو، عليا بتنده على حضرتك. ايوه بتنده عليا، بتنده، ما سمعتش عليا بتنده كذا مره، انا ضايقت لك. ماشي، ايوه عليا. العريس قال والله العظيم ما انا قابله حد. ها اهدي بس، اهدي بقى، احكي لي بقى عن عريسك، ايه الحكايه؟ هو مدرس زميلي في المدرسه يعني، بس هو في الجيش دلوقتي.